إيه هو الجواز؟ سألت نفسي السؤال ده كتير وأنا بحاول ألاقي له إجابة مقنعة. يا ترى الجواز تنظيف وطبيخ وغسيل وتربية ولاد، ولا في حاجات تانية أنا معرفهاش؟ يمكن لأني عايشة مع إنسان أناني رامي كل أحمال الدنيا فوق كتافي، وفي الآخر مش شايف غير تأثيري في حاجات بسيطة. أنا حسناء، متجوزة بقالي 12 سنة وعندي 33 سنة. كنت زي أي بنت ميعاد فرحها قرب ووالدتها بتنصحها بإنها تخلي بالها من جوزها ومن بيتها. ادتني نصايح كتير بس ما قالتليش إني إنسانة زيه بالظبط، مش مفروض عليا إن أشتغل 24 ساعة من غير حتى ما أخد راحة. مش مفروض عليا إن أعمل 99 طلب اللي بنفذهم في اليوم من غير ما أنسى حاجة، مع إنسان دايما بيبص على اللي ما اتعملش واتنسى عشان يعلق على الشماعة اللي بيقول عليها كل يوم. من أول ما بفوق من يومي لحد ما ينتهي وأنا واقفة على رجلي عشان أخلص شغل بيتي وأحضرله الفطار قبل ما ينزل هو وبناتي رؤية وريم، وأول ما ينزلوا بجري جري أجيب طلبات الغدا عشان قبل ما يرجع البيت يلاقي الغدا جاهز والبيت نضيف ومش ناقصه أي حاجة. كان فؤاد جوزي أول ما بيرجع من الشغل بيتغدى ويدخل ينام وما يصحاش غير العشاء عشان يلبس ويخرج مع أصحابه ويسهر معاهم طول الليل. ما تعودتش منه إنه يشاركني همومي ولا مشاكلي، ما تعودتش إنه يسألني مالي أو يهتم بميولي. كان عارف إني بحب الرسم جدا، بس كان بالنسبة له إني تافهة وبسلي وقت فراغي في شيء فاضي. كان دايما بيكسرني بشتى الطرق. أنا فعلا كنت وحيدة طول فترة جوازي، ما كانش ليا غير دنيا صديقتي الوحيدة اللي بشاركها كل همومي، بعتبرها السند والدعم ليا، الحاجة الوحيدة اللي بتصبرني على الحياة بهمومها. بس حتى دي كانت عقبة بالنسبة له، ما كانش بيحب الصداقة اللي بينا وكان على طول بيتخانق معايا بسببها. كان عنده مشكلة من ناحيتها لأنها مطلقة، فكان بيحاول يقنعني إنها هتأثر عليا بشتى الطرق عشان تخلق بينا مشاكل لأنها هيكون في قلبها غيرة. بس أنا ما كنتش مصدقة الكلام ده لأني عارفاه ومتأكدة إن سبب كرهه الحقيقي ليها إنها دايما بتفتح عيني على الصح وبتحاول تقويني عشان ما أكونش مكسورة وضعيفة قدامه. يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي قدرت أقفله فيها. اللي بيني أنا ودنيا مش صداقة سنة ولا 2، دي صداقة من الطفولة لحد اللحظة دي. كانت دايما جنبي على الحلو والوحش، هي الصدر الحنين اللي بيطبطب عليا في أوقات ما بكون محتاجة حد أتكلم معاه، الأوقات اللي بيكون الاحتياج فيها أكتر للزوج. لكن فين الزوج؟ ودايما بتكوني محتاجاله لو المشاكل دي خاصة بالولاد، الولاد اللي هو رافع إيده خالص من تربيتهم. وفي يوم كنت قاعدة بذاكر للولاد وسمعت صوت الجرس بيرن، فتحت الباب وأنا فرحانة إنها جاتلي زي ما وعدتني. دخلت وهي بتقولي والابتسامة مرسومة على وشها: عندي ليكي خبر ب1,000,000 جنيه. قفلت الباب ودخلت وراها وأنا بسألها بفضول: خير؟ شوقتيني. قعدت على الكرسي وهي بتقول بحماس: النهاردة شفت إعلان على الفيس عن مسابقة رسم كبيرة في مصر تبع مؤسسة فاروق حسني للمواهب ولازم تشتركي فيها. ضحكت وأنا برد عليها بسخرية وقلت لها: مسابقة؟ مسابقة إيه؟ هو أنت الرسمتين اللي أنا برسمهم كل ما أكون فاضية خلوكي تبني عليا أفكار وتبني أمال توصلني للمسابقة؟ ردت عليا وقالت لي: أنت مش عارفة قيمة نفسك يا حسناء ولا مقدرة موهبتك. سيبك من كلام جوزك اللي هدم أحلامك، أنت من أيام الجامعة وأنت عندك الموهبة. الحزن سيطر على ملامحي وأنا بفتكر الجوائز اللي كنت باخدها في مسابقات المدرسة والجامعة. المقارنة السريعة بين الأيام دي والوقت الحالي سببولي وجع كبير، فقلت لها بيأس: ممكن كان زمان عندي موهبة بس دلوقتي خلاص. أنا بعيدة عن الرسم من سنين، كنت بشغل نفسي بيه في وقت فراغي، بس الوقت ده ما عادش له وجود. قالت لي وهي متعصبة: مش الوقت اللي خلاكي تبطلي رسم، جوزك وكلامه هم السبب. بلاش تخبي عليا، أنا عارفة كل حاجة. الدموع نزلت من عيوني وأنا برجع بالزمن لورا لذكرى وجعتني وكسرتني. كنت في اليوم ده مخنوقة ومتدمرة نفسيا، لجأت للرسم لأنه الحاجة الوحيدة اللي بتخفف عني. نسيت كل اللي تعبني وركزت في الرسمة، اندمجت لدرجة إني نسيت الوقت ونسيت إن ده ميعاد رجوع فؤاد.
ما انتبهتش غير على صوت المفتاح في الباب. دخل واستغرب لما لقاني قاعدة قدام اللوحة وبرسم. بصلي بتريقة وقال لي: مش بقولك فاضية ومش لاقية حاجة تعمليها؟ ودخل يغير هدومه وهو بيشاورلي بإيده وبيقولي: سيبي اللي في إيدك ده وقومي حطي الغدا أو ذاكري للبنات حتى تستغلي الوقت الفاضي ده في حاجة نافعة بدل الكلام الفارغ. في الوقت ده حسيت قد إيه أنا مكسورة، يعني عمره ما اهتم بمشاعري ولا باللي وجعني، وكمان مستكتر عليا أسعد نفسي بالشيء اللي أنا برتاح وأنا بعمله. ما حسيتش بدموع اللي نزلت مني، والغيظ والقهر اللي كانوا جوايا كان كفيل يقتل موهبتي. دي مش أول مرة يعملها، الموضوع بيتكرر كتير. ولقيت نفسي برمي الألوان على اللوحة اللي رسمتها بعد كل الساعات دي، رميتهم على الأرض، كسرتها زي ما أحلامي وقلبي مكسور. ورجعت من الذاكرة دي على صوت دنيا وهي بتقولي: ها يا بنتي، رحتي فين؟ خليكي معايا. وقربت الموبايل بتاعها مني وقالت لي: شوفي كده، ده آخر ميعاد عشان تلحقي ترتبي أمورك. قلت لها وأنا مترددة بس، قطعت كلامي وقالت لي: ما بسش، هتشاركي يعني هتشاركي. المسابقة دي مهمة، خديها هدف لتحقيق أحلامك وإنك تقدري تثبتي نفسك لجوزك. مفيش معاكي غير شهر واحد تقدري تجهزي فيه اللوحة اللي هتشاركي بيها. وسابتني ومشيت، وكلامها لسه بيدور في راسي. مش عارفة إذا كنت هقدر أرجع أرسم من تاني ولا لأ. كل اللي أنا عارفاه إني مستحيل هقدر أكسب المسابقة دي، ولا أعتقد إن فؤاد هيسمح لي أشارك من الأساس. وفات أول يوم وأنا لسه بفكر في كلامها. كنت بحاول أحفز نفسي إن قدها وأقدر أرجع للرسم من تاني. وفعلا قمت من سريري بعد ما اتأكدت إن فؤاد في سابع نومة. ثبت اللوحة وحطيت الألوان جنبي، وفضلت أكتر من ساعة محتارة هرسم إيه. عقلي مشوش، رسمت خطوط كتيرة متشابكة زي حياتي اللي اتلخبط، وخرجت الكبت اللي جوايا في اللوحة اللي مليانة بالألوان. وفجأة جسمي اتهز بفزع لما سمعت صوت جوزي وهو بيقولي: اللي مصحيكي في الوقت ده يا حسناء؟ وقرب مني وهو بيدعك عينه من النوم وركز مع اللوحة والألوان، ولقيته بيقولي بضيق: رجعنا للهبل من تاني؟ مش كنا خلصنا من الموال ده يا بنتي؟ في اللحظة دي حسيت بإن سكوتي طول زيادة عن اللزوم. رديت عليه وقلت له بصوت عالي: ده مش هبل، دي موهبة ربنا رزقني بيها، وكون إني بتسلى أو لأ فده ما يديكش الحق إنك تكسرني وتتريق عليا ولا على الشيء اللي بيسعدني. ضحك بسخرية وهو بيقولي: الشخبطة دي هي اللي بتسعدك؟ والمفروض إن أمسك الألوان ولون كام رسمة عشان تكوني مبسوطة يا ست هانم. وسابني وكان هيدخل الأوضة وهو بيقولي: قومي نامي يا حسناء عشان تصحي البنات للمدرسة بدري، أحسن من الجنان اللي بتعمليه في نص الليل ده. قربت منه وأنا بقول بدموع نازلة لأول مرة قدامه: ده أهم حاجة عندك، ووجودي في البيت ده محصور على البنات وعلى طلباتك. انت عمرك ما اهتميت بيا ولا باللي بيزعلني، عمرك ما اهتميت تعرف أنا مالي. أنا أوقات بحس إن خدامة وبس، ده انت حتى لما بترجع من شغلك وبتلاقي عندك وقت فاضي بتقضيها مع أصحابك، وأنا ما ينفعش أخرج معاك عشان مذاكرة البنات. عمرك ما شاركتني مسؤولياتي في يوم، مع إن تربية البنات مفروض تكون عليك أكتر مني. أنا ما بحسش بوجودك جنبي عشان تكون ليا سند، ورغم كده بدور على اللي يساعدك مقابل إنك مش بتدور غير على اللي يوجعني. سبته مصدوم من اللي سمعه مني لأول مرة، ودخلت أوضة البنات وأنا منهارة من العياط. كان جوايا ألم وعذاب أكبر منه يتوصف، بس هو كان لازم يعرف أنا فيا إيه وبعاني من إيه. أنا أوقات بكره نفسي لما بشوفه، دايما بيتكلم عن عيوبي وكأني مفيش فيا ميزة واحدة هو شايفها. الليل كله عدى عليا وأنا ما دقتش طعم النوم. كان عندي أمل إنه يجي ورايا ويصالحني أو يحس بغلطه، ورغم الوجع النفسي اللي مريت بيه إلا إن قمت في ميعادي ولبست البنات عشان مدرستهم وحضرت لهم الفطار. والغريبة إن قعد وكل ونزل شغله ولا كأن حاجة حصلت. استسلمت من فكرة إن ممكن في يوم يتغير بعد السنين دي كلها. كنت بتحرك في البيت زي الجثة بالظبط، بجهز الغدا وبحاول أعمل اللي اتعودت عليه. أخدت بالي من الموبايل وهو بيرن، كانت دنيا. اترددت أفتح لأن عارفة إنها أول سؤال هتسألهولي:
جهزتي اللوحة ولا لأ؟ بس أنا محتاجة أتكلم، حاسة إن ممكن يجرالي حاجة. أنا بحكي لها عن حياتي لأن مجبرة إن يكون في حد يسمعني، لأني مش بلاقي في جوزي الصديق اللي ممكن يسمعني ولا ينصحني. قفلت الموبايل خالص، وده خلاها تلبس وتجيني لأنها قلقت. قعدت معايا وقالت لي وهي بتبصلي بنظرات شك: قالك نفس الكلام صح؟ سكوتي ووشي اللي كان باين عليه العياط كان إجابة صريحة ليها. اتنهدت بحزن وهي بتقولي: اسمعي يا حسناء، أنا مش بدفعك إنك تشاركي بالمسابقة دي عشان موهبتك والكلام ده، لأ، أنا عايزاكي تدافعي عن حاجة بتحبيها، عايزاكي تدافعي عن شخصيتك اللي اتلغت بجوازك، عايزاكي تدافعي عن أبسط حقوقك اللي انتي بسكوتك ضيعتيها. الحكاية مش مقتصرة على الرسم وبس. رديت عليها وأنا دموعي نازلة على وشي. هو مش قادر يفهمني ولا يحس بيا يا دنيا، أنا بحبه بس هو عمره ما حبني. مسكت إيدي وقالت لي: انتي بإيدك تغيريه يا حسناء، انتي اللي غلطتي من البداية لما اتغاضيتي عن تصرفاته وقبلتي إنه يكسرك بسهولة. الحل في إيدك انتي، لازم تشاركي في المسابقة وتكسبيها عشان تثبتي له نفسك. على قد ما كلامها هزني، على قد ما صدمتي كانت كبيرة. لما شفت فؤاد واقف قدامنا ما حسيناش وهو بيفتح الباب خالص. بلعت ريقي بصعوبة وأنا شايفاه واقف بيبص لدنيا نظرات كلها شر. كان جوايا خوف وارتباك منه يهينها وهي ببيتي. خفت يسبب لي حرج. حمدت ربنا إن الأولاد لسه ما رجعوش من المدرسة. أنا مش عارفة رد فعله هيكون إيه. جسمي كان بيترعش أول ما اتحرك وجه ناحيتنا، بس الغريب إنه سابنا ودخل المطبخ وبعدها دخل الأوضة. بصيت على اللي مسكه في إيده وأنا مصدومة ومش قادرة أستوعب ولا أتخيل اللي ممكن يعمله. شفت جوزي وهو بيحرق اللوحة بتاعتي وألواني، كان بيدمر الحلم اللي هو أساساً مهزوز بسببه. الدموع اللي مالت عيني ما كانش لأنه بيدمر أبسط أحلامي، الدموع دي كانت مدفونة لأكتر من 12 سنة. الدموع دي لأسباب كتير قوي، وأولهم إني مش قادر يحس بيا. بصيت على اللوحة وهي بتتحرق وشفت نفسي وأنا مكانها. النار دي طيلاني أنا كمان. ما فقتش غير على صوته وهو بيشاور بإيده على الباب وبيقول لي: دنيا برا، اطلعي برا وما تدخليش البيت ده تاني. الدموع نزلت من عينيها وهي بتشد شنطتها وبتخرج من الباب. مسكت ايديها وقلت لها بكل طاقة عزم جوايا: هتخرجي بس وانا معاكي. قال لي وهو مش مصدق اللي بيسمعه: انتي بتقولي ايه؟ بصيت له وانا بقول بصوت بيعلى لأول مرة اللي سمعته: هخرج من هنا ومش راجعة تاني. انا خلاص ما بقاش عندي طاقة ان اتحمل، وانت مش شايف غير نفسك وبس. انت عمرك ما حبيت غير نفسك يا فؤاد. رد عليا وهو متعصب وقال: انا كنت عارف من البداية ان صاحبتك هتفضل تزن على خراب عشك لحد ما تبقي زيها. ضحكت وانا بقوله باستهزاء: مش لما يكون في عش من الاساس؟ مفيش عش بيتبني بايد واحدة يا فؤاد. واخدت شنطتي اللي لميتها في 10 دقايق ومشيت مع دنيا بعد ما استنيت الباص، واخدت البنات ومشينا من السجن اللي انا عايشة جواه. قعدت عند دنيا وانا واخدة قرار اني مش هرجع له تاني. انا محتاجة فترة استعيد فيها نفسي، اداوي الجروح اللي هو السبب فيها. اخدت اكتر من اسبوع ساكتة مش بتكلم، كنت رافضة اسمع اي حد. انا حتى معرفتش اهلي اني سبت بيتي وقاعدة عند دنيا عشان عارفة انهم هيضغطوا عليا عشان ارجع له. محدش هيفهمني زي كل مرة، محدش هيقدر يحس بيا غير دنيا. وبرغم اهانته ليها الا انها كانت سعيدة جدا بوجود رؤية وريم جنبها، لانها ما خلفتش من طليقها. لمت البنات حواليها عوضتها كتير، وفي نفس الوقت انا كنت باخد بريك. وفي يوم كنت قاعدة على السرير وسرحانة، وفجأة لقيت دنيا داخلة عليا وبتشدني على بره. كنت هقع على وشي وانا بقول لها باستغراب: في ايه يا بنتي؟ بتشديني وراكي كده ليه؟ قالت لي وهي بتشاورلي بايديها: محضرالك مفاجأة، تعالي بس. رحت معاها وانا مش فاهمة حاجة. لقيتها اخدتني لأوضتها ورفعت القماشة عن شيء كان بعيد عني. اتفاجئت لما لقيت لوحة وأدوات رسم وألوان. بصيت لها وانا مستغربة وقلت لها: ايه ده؟
ابتسمت لي وقالت لي: زي ما انت شايفة، أدوات رسم بدل اللي اتحرقت. ما عندكيش حجة، هتشاركي في المسابقة يعني هتشاركي. ابتسمت وأنا عيوني عليها، مش عارفة لحد إمتى هتفضل تشجعني بالرغم من كل اللي حصل، وهي لسه معايا واقفة جنبي. أنا لو فعلا عايزة أكسب فعشانها هي، عشان أفرحها. يمكن من كتر ما الدنيا بقت مليانة ناس وحشة، ده انطباع لجوزي واللي زيه إن الناس الكويسة أصحاب القلوب الصافية قالوا وما بقوش موجودين. لكن لأ، في اللي موجود منهم حوالينا وإحنا مش حاسين بيهم. ما يئستش ورجعت أحاول من تاني إن أرجع أرسم، وفعلا ابتدأت أرسم أشكال بسيطة بستحضر بيها حب الرسم اللي كان جوايا من سنين. دنيا كانت بتحاول بقدر الإمكان إنها توفر لي الهدوء والراحة النفسية والمكان المناسب عشان أقدر أطلع أفضل ما عندي. بس المحبط إن كل رسمة رسمتها ما كانتش مكتملة، عناصرها ما كنتش بقدر أختمها. كان المشهد ناقص زي حياتي ومشاكلي بالظبط. اليأس والدموع كانوا جزء من حياتي طول الشهر ده. تخليه عني بالسهولة دي وعدم تواصله معايا لو لمرة واحدة يطمن فيها على بناته كان وجعني ومحطمني. الشهر المحدد فات وأنا تقريبا ما عنديش رسمة كاملة. لو كنت حزينة فأنا حزينة عشان زعل دنيا، لأن آخر يوم للتقديم هو بكرة، وأنا طول الشهر ما قدرتش أجهز حاجة عشان أقدمها. طيب وليه لأ؟ دنيا تستحق مني إن أعافر عشانها. فتحت نور أوضتي وثبت اللوحة وقعدت قدامها. فات أكتر من ساعتين وأنا ببص على اللوحة الفاضية. شريط حياتي كله مر قدامي في اللحظة دي. الجروح اللي جوايا كان ليها فرصة إنها تاخد دور البطولة عشان تعبر عن اللي خضته طول فترة حياتي. مسكت الفرشة وبدأت أرسم وأنا دموعي مشاركاني في كل لحظة. رسمت اختصار رحلة حياتي كلها، لخصتها الفرشة برسمة ما كنتش مخططة لها. أكتر من 6 ساعات متواصلة وأنا قاعدة قدامها. نور الشمس اللي كسر ظلام الليل ونورت الدنيا ادتني طاقة إيجابية رهيبة لأمل غامض. بصيت على الرسمة بعد ما خلصتها وأنا ببتسم بألم للنتيجة الأخيرة. رسمت واحدة ست بملامح أكبر من سنها، جسمها كله مقيد بسلاسل من حديد سميكة، ورغم كده إلا إن وشها مش باين عليه الألم. رسمت جنبها بيت وأولاد وزوج وألم، وإيديها المتأيدة بتنتهي بكل دول. الرسمة كانت بتبين قد إيه الست دي بتبذل مجهود إنها تمسك القلم رغم تمسكها بالحاجات التانية، ورغم برضو إنها متأيدة. اختصار بسيط لحياتي لخصته اللوحة المتكاملة دي. وفضلت قاعدة قدامها أكتر من ساعة، بعيط شوية وبضحك شوية، لحد ما الساعة جت 10 ولقيت دنيا داخلة بتصحيني عشان أفطر زي كل يوم. الصدمة والفرحة اللي في عينيها كانوا سبب إن أبتسم. بصيت لها وأنا بقول لها بضحكة: هنشارك في المسابقة. صرخت بحماس وهي بتحضني وبتجهز اللوحة عشان تبعتها للمؤسسة. وفعلا أخدتها واختفت من قدامي وأنا لسه قاعدة مكاني وسرحانة في نفسي. اللي سألتها سؤال: إزاي كان عندك طاقة التحمل لمدة 12 سنة؟ إزاي قدرتي تخرسي لسانك إنه يتكلم ويصرخ؟ كل سؤال ملوش عندي الجواب غير الصمت وترقب اللي جاي. خرجت من الأوضة بعد ما قررت إن أعيش عشان أسعد نفسي وإني هقدر أنساه. قعدت مع البنات اللي نسيت معاهم جزء من الهموم وابتديت أرجع لطبيعتي من تاني. فات أسبوع والتاني وأنا بتغير بشكل كبير، بس كنت كل ما أحاول أرسم الابتسامة كل ما كان جوايا الكسر معلم وموجود. بس كنت مؤمنة إن الوقت هو خير علاج. كل ده فات وعدى ودنيا جنبي مش سايباني، حتى بعد ما ماما وبابا عرفوا وجولي أكتر من مرة عشان يحاولوا يأثروا عليا إنه يرجع وياخدني ويرجعني زي كل مرة. بس المرة دي محدش قدر يقنعني. كنت مصممة على رأيي ومصممة إن أفضل عند دنيا. وفي يوم كنت برتب البيت على ما دنيا ترجع من الشغل. ما أنا نسيت أقول لكم إنها شغالة موظفة في بنك. وسمعت صوت رن على جرس الباب بصورة مبالغ فيها. جريت أشوف مين، لقيتها داخلة بتحضني والدموع بتلمع في عينيها وبتقولي: كسبتي المسابقة يا حسناء، جالك رسالة على الإيميل بتاعي إنك أخدتي مركز تاني. ما كنتش مصدقة اللي بسمعه. ضحكت
والفرحة نورت عيوني من فرحتها. ما كانش عندي أمل إن أكسب، أنا كنت بحاول عشانها هي وبس. أنا لحد لحظة التكريم ما كنتش مصدقة إني كسبت. كنا قاعدين وسط مجموعة كبيرة من الناس، واحدة واحدة بينادوا على أسماء الناس اللي كسبت في المركز الأول. وبعد كده سمعت صوت اسمي. كنت مرتبكة وأنا قاعدة جنب دنيا وبناتي، ورجلي تقيلة مش قادرة أحركها عشان أطلع للمنصة واستلم جايزتي هي والمبلغ اللي كسبته. ضغطة من إيد أختي وصديقتي الوحيدة دنيا خلتني أبص ناحيتها. قالت لي بصوت واطي وهي بتبتسم: سمار، مجهودك أهي، دي فرصتك، استغليها كويس. هزيت راسي وأنا بقوم من مكاني وبطلع على المنصة وسط تسقيف الجميع اللي مستنية يشوفوا حسناء لطفي صاحبة المركز التاني. طلعت على المنصة، وقفت قدام المايك وأنا ببلع ريقي بتوتر وبسمع رأي لجنة التحكيم في الرسمة. كل واحد فيهم كان عنده نظرة مختلفة وتفسير مختلف للوحة، فالحل الأفضل كان إنهم يسمعوا تلخيص مني للمعنى اللي قصدته من ورا الرسمة اللي تم عرضها. قلت لهم بكل توتر: أنا مش عارفة هبدأ منين. وفجأة الكلام وقف على لساني لما شفته هو داخل القاعة. أيوة، هو فؤاد جوزي واقف قدامي بالظبط. شكله كان مختلف، كان لبسه مش منسق قوي، ودقنه كانت كبيرة شوية، وعيونه كانت عليا وفيها نظرات من الحزن والندم. كانت فرصة أخرج كل اللي جوايا، واللوحة هي الوسيلة. بدأت كلامي وقلت في المايك: أي بنت في الدنيا بيكون عندها حلم بتسعى تحققه، بتكون شايفاه كل حياتها وعندها استعداد تعمل أي حاجة عشان توصله. الطريق بيكون طويل عشان تحققه، بس في وسط الطريق بيقابلها أكتر من عائق، زي مسؤولية البيت والزوج والأولاد. كل دول بيخلوها مقيدة، كل رابطة من دول متعلقة حواليها هي وبس، وبتبص تلاقي نفسها عاجزة، مش قادرة توصل للحلم ده ولا تحققه، وكل دول متعلقين فيها هي. واتنهدت وأنا بكمل بألم وقلت: في الأغلب بيكون عندها اختيارات إنها تأثر في حاجة من دول، يا الزوج يا الأولاد يا البيت، عشان تقدر تحقق حلمها. وفي اللي تقدر تكمل حلمها لو جنبها زوج متفاهم، مش قيود بيحطها لها عشان يربطها ويخليها مش عارفة تعمل أي حاجة ولا عارفة توصل لطموحاتها وأحلامها. ونزلت دمع من عيني وأنا بقول وعيوني على اللوحة. لما دققت النظر في اللوحة لقيت إن الزوج لو مش أناني وعنده تفاهم كان ممكن ببساطة البنت تقدر تحقق حلمها، وأكيد اللوحة كان هيكون شكلها ومنظرها مختلف. بس اللي على اللوحة دي هو جزء بسيط من الواقع. الزوج أحياناً بيزيد من قيود مراته عشان ما تقدرش توصل لحلمها اللي هي بتحلم بيه، وأحياناً كتير بيشوفوا إنه حلم هايف وفراغ وتضييع وقت. مسحت دموعي وأنا ببصله وبكمل: الست مش موجودة عشان تكون خدامة لشغل البيت ودادة للولاد. الست عندها كيان وشخصية مستقلة، حتى لو كانت هتحارب لآخر نفس عشان تثبت ده. مش عيب إنها تخدم ولادها وجوزها، دي سنة الحياة، لكن العيب إنهم يحجروا عليها وياخدوا منها أبسط حقوقها. وسكت فترة وأنا بختم كلامي وقلت لهم: أنا بشكركم على التكريم ده، وبشكر أختي وصاحبتي الوحيدة دنيا لأنها السبب في كل حاجة كويسة حصلت لي، ومن ضمنهم وقوفي هنا. هي دايما السبب في رسم البسمة على وشي، وهي ورا كل فرحة وسعادة. عشان كده أنا بهديها الدرع ده. ونزلت من على المنصة وأنا ببصله بنظرة صامتة بتعبر عن 1000 حاجة وحاجة. أخدت دنيا والبنات وطلعت بره عشان أوقف تاكسي، وهي بتجري ورايا وبتسألني باستغراب: في إيه يا بنتي؟ بتجري كده ليه؟ والإجابة جت لما سمعت صوته وهو بيتكلم وبيقول لي: استني يا حسناء. وقفت مكاني وأنا بحاول أسيطر على انفعالاتي، فوقفت قدامه وأنا بقول له: لسه في حاجة تانية حابب تقولها أو تعملها؟ الارتباك بان في عيونه وهو بيقول لي: أيوة، فاضل حاجة واحدة. قلبي كان هيقف وأنا بفكر إن الحاجة دي تكون كلمة طلاقي، بالرغم من كل اللي عمله فيا، بس أنا لسه بحبه. استنيته يتكلم وأنا الخوف هيوقف قلبي، لقيته بيقول لي:
أنا جاية أعتذرلك أنت ودنيا على اللي عملته معاكم. اتصدمت من اللي سمعته، وخاصة لما كمل وقال أنا كنت في دوامة وما فقتش منها غير لما سبتيني أنت والولاد. أنا عارف إني فعلا كنت أناني ومش بفكر إلا في نفسي وبس، بس سكوتك طول السنين دي هو اللي خلاني ما احسش بغلطي. وبصلي وهو بيقولي بحب أنا اتغيرت يا حسناء، صدقيني أنا ندمت على معاملتي ليكي، عشان خاطري تسامحيني وترجعي معايا. بصيت لدنيا وأنا مش عارفة آخد قرار، هو هنها وجي عليها قبل مني، فهم من نظراتي إني بفكر في إيه، قرب منها وقال لها بحرج أنا آسف يا دنيا، سامحيني على تصرفي الغبي معاكي. صدقيني أنا بعد اللي شفته النهاردة عرفت قد إيه أنت صديقة وأخت صادقة. ابتسمت وهي بترد عليه وقالت له وأنا مسامحاك وحاسة إنك فعلا اتغيرت، ووجودك هنا النهاردة هو أكبر دليل. وقالت كلمتها الأخيرة وهي بتبصلي وبتقولي أنا هاخد رؤية وريمة عندي النهاردة، وغمزت لي بعيونها ومشيت. ابتسمت وأنا محروجة من طريقتها. قرب مني ومسك إيدي وقال لي بحزن لو اعتذرتلك 1000 مرة عن اللي عملته مش كفاية، بس صدقيني أنا بحبك. دموع الفرحة نزلت من عيني، بقالي سنين طويلة ما سمعتش الكلمة دي. وروحت معاه على بيتي اللي شفته بنظرة مختلفة بعد اليوم ده، اليوم اللي فرق معايا 180 درجة وخلى حياتي تكون بشكل أفضل. اوعي تشوفي نفسك ضعيفة ومش هتقدري تحققي أحلامك. اليأس هو الفشل في حد ذاته، لازم تواجهيه وتحاولي مرة وألف عشان تحققي أحلامك، حتى لو الحلم ده إنك تغيري زوجك للأفضل. خلي عندك إصرار وعزيمة وأمل، لأن من غير الأمل مش هتقدري تحاربي ولا تعيشي.